مساء الخير. قصة الحب النهاردة قصة مش عادية، لأنها قصة واحد من أشهر شعراء الحب والرومانسية، وكتب أجمل القصائد وسموه النقاد شاعر الحب. لكن المفارقة الغريبة، الحب الحقيقي في حياته جه بالصدفة، وكان حب من النظرة الأولى. هو الشاعر نزار قباني وبلقيس الراوي. أهلا بكم في حكاية حب مع إيمان القصاص. الحكاية بدأت في بغداد سنة 62. كان وقتها الشاعر نزار قباني بيلقي قصيدة في إحدى القاعات ضمن مهرجان شعري. جت عينه وهو بيقدم القصيدة على بنت عراقية في العشرينات من عمرها، ووصفها بعد كده إنها كانت جميلة جدا. تبادلوا النظرات أكتر من مرة، وبمجرد إنه خلص قصيدته سأل عليها. قالوا له اسمها بلقيس الراوي، ساكنة في مكان اسمه الأعظمية على نهر دجلة. ألك أنا لو تصبحين حبيبتي أوز الشموس مراكبا وخيولا. ما ضيعش وقت وحس إنه حبها من النظرة الأولى، وإنها هتكون حب عمره، وراح لها على طول وهو موجود في العراق قبل ما يرجع أسبانيا، لأنه كان في الوقت ده بيشتغل في السفارة السورية هناك. راح يخطبها لكن باباها رفض، لأنه قلقان جدا عليها من معجباته الكتير اللي في كل مكان. فرجع نزار قباني حزين جدا، ولكن فضلت صورة بلقيس في باله، وعرف يلاقي حيلة إنه يتواصل معاها ويبعت لها جوابات بعيد عن باباها. إني لا أؤمن في حب لا يحمل نزق الثوار، لا يكسر كل الأسوار، لا يضرب مثل الإعصار. بعد 7 سنين يرجع تاني نزار قباني للعراق ليشارك في مهرجان شعري تاني، وألقى قصيدة وقتها أثارت شجون جميع اللي كانوا حاضرين، وعرفوا إنه بيحكي فيها قصة حب عميقة، فتعاطف مع الشعب العراقي. وكانت القصيدة بتقول: مرحبا يا عراق، جئت أغنيك، وبعض من الغناء بكاء. مرحبا مرحبا، أتعرف وجها حفرته الأيام والأنواء، أكل الحب من حشاشة قلبي. وصلت قصة حبه دي للرئيس العراقي وقتها أحمد حسن البكر، وتأثر بيها وتعاطف معاه وفكر إزاي يساعده. فبعت وزير الشباب الشاعر شفيق الكمالي ووكيل وزارة الخارجية ليخطبوها من باباه. طبعا باباه في الحالة المحاصرة دي ما قدرش غير انه يسلم، وبقى جواز بقرار جمهوري، واتجوزوا سنة 69 واختاروا بيروت للإقامة فيها. وأسس وقتها دار للنشر تخصصت في طبع دواوينه الشعرية حتى يضمن عدم تزويرها. وبلقيس عملت في السفارة العراقية هناك، وعاشوا أجمل أيام حياتهم. قدم نزار قباني في الفترة الأولى من جوازهم العديد والعديد من القصائد الناجحة، وكان يبدو فيها السعادة والحب اللي كان عايش فيهم. قولي أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون جميل. قولي أحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي. بعد 10 سنين من الجواز قرر انه يكتب لها قصيدة خاصة يشرح فيها قصة حياتهم طول السنين دي، وازاي اتحملته بكل حماقاته وجنونه زي ما وصف نفسه بالظبط. وغناها كاظم الساهر، وقال فيها: أشهد أن الأموات تجتاح لي في لحظات العشق كالزلزال، تحرقني تغرقني تشعلني تطفئني تكسرني نصفين كالهلال، تحرقني تغرقني تشعلني تطفئني تكسرني نصفين كالهلال، تل نفسي أطول احتلال وأجمل احتلال لله.
سنة 81 حصلت المأساة اللي غيرت حياته كلها. قرر الموت إن ياخد منه حبيبته ويحرمه منها. في يوم وصلها لشغلها في السفارة العراقية، وراح هو على مكتبه في شارع الحمراء. بعد دقايق سمع صوت انفجار كبير. وقتها تم تفجير السفارة العراقية انتقاما من صدام حسين اللي كان الرئيس وقتها. ودقايق بسيطة وصل له خبر مقتل حبيبته بلقيس. نزل الخبر عليه زي الصاعقة، فكتب فيها قصيدة ما كتبش أطول منها في حياته، قصة الحب والإرهاب، وفجر غضبه فيها على كل العرب وسماها بلقيس. وأصدرها في ديوان ضم الجزء الأول منه أبيات القصيدة، والجزء الثاني ضم الصور اللي جمعته مع حبيبته. وقال نزار قباني في القصيدة: شكرا لكم شكرا لكم، فحبيبتي قتلت، وصار بوسعكم أن تشربوا كأسا على قبر الشهيدة. وقصيدتي اغتيلت، وهل من أمة في الأرض إلا نحن نغتال القصيدة. بلقيس كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل. بلقيس كانت أطول النخلات في أرض العراق. كانت إذا تمشي ترافقها طواويس وتتبعها أيائل. بلقيس يا وجعي. بعد موتها ما قدرش يعيش نزار قباني ببيروت، وسافر للندن وعاش فيها لغاية ما مات. قتلوك يا بلقيس، قتلوك يا بلقيس. أية أمة عربية تلك التي تغتال أصوات البلاد. رحم الله شاعر الحب والحرية نزار قباني وحبيبته بلقيس الراوي. الأسبوع الجاي قصة حب جديدة، استنونا.